السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا صفحة المطبخ الجزائري مطبخ أم الجديد. جئتكم اليوم بوصفة صابلي الكوكياجة على طريقتي. نروح مباشرة المقادير وكيفية التحضير. كانت عندي هنا 250 غرام زبدة مع قليل من زبدة أوبلين، ربع كاس زيت ضربتهم مليح بالباتور، ضفت لهم 2 حبات بيض مع ربع كاس زيت قلت لكم، وكاس إلا ربع سكر جلاس، نضربهم كذلك بالباتور حتى يولوا لي كريمة. نضيف لهم شوية مازينا، رشة صغيرة تخميرة الحلوى فارمة حتى تلمد لي نحصل على عجينه كما وريتها لكم. نفتحوها في هذوك الليمون على شكل رقيق ونتقبوهم بالفرشيطه، نديروهم يطيبوا في الفرن من الاسفل. بعد ما يطيبوا نزيدو لهم شويه من الفوق باش يحمروا لداخل. كي نكملوا نجيبوهم نستفوهم. هنا بالنسبه للحشوه انا استعملت الجهه الفوقانيه درت فيها كابريس، والجهه السفلى درت فيها كريمه البندق مخلطه مع الفويتين. والحشو يبقى اختياري، تحبوا ديروا شيكولاته الطلي، تحبوا ديروا كابريس، توفيه، انتم مش حبيتوا وانتم مش متوفر عندكم. بالنسبه لي باغكات كاري درت لهم كرام كراميل كابريس، وكاري درت لهم كريمه البندق وزدت لهم لافيتين من الفوق. بعدها نجيبو الشوكولاته تاعنا نذوبوها. انا استعملت شوكولا بالبندق، ونضيف لها قطره صغيره تاع الزيت باش تجينا داك البريق الشباب في الحلوى وتستحفظ على هذاك البريق تاعها. نحكم هذيك الحبه تاعي نحطها فوق الفرشاه، ندير لها شيكولا هكا باش تقطر لي من الاسفل، نديرها على كامل الحبه تاعي ونهزها باش تتساقط هذيك الشيكولا الزايده. بعد ما يعني ندير لها نحطها في السنيوه اللي كنت حطيت فيها ورق الطهي باش ما تلصقليش في السنيوه، وضفت لها كذلك خطوط باش يكون البيضاء كتزيين، والتزيين يبقى اختياري، تحبوا ديروا ورد او بتيلات او يعني نتوما واش حبيتوا. انا نحب التزيين البسيط. هاليك انا بعد ما قسمتها معكم وريت لكم الحشو كيف جات. شوفوا الهشاشه تاعها، شوفوا كيف جا شكلها ما شاء الله. نتمنى تجربوها وتدعوا لي، والسلام عليكم.